المنتخب التونسي يدخل مرحلة جديدة بعنوان التغيير والتحضير الحقيقي لكأس العالم 2026. مع وصول المدرب صبري الموشي، بدأت ملامح مشروع مختلف تظهر داخل المجموعة، قائم على الانضباط وضخ دماء جديدة، حيث شهد التربص الأخير نسق عمل مرتفع وتركيز كبير على الجاهزية البدنية والتكتيكية. وفي معسكر شهر مارس، يستعد نسور قرطاج لمواجهتين وديتين مهمتين أمام منتخب هايتي لكرة القدم ومنتخب كندا لكرة القدم، في اختبارات حقيقية قبل المرحلة الحاسمة. لكن الرسالة الأبرز كانت في القرارات الفنية الجديدة، بعد استبعاد بعض الأسماء المعروفة ومنح الفرصة لعناصر شابة أكدت جاهزيتها، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو بناء فريق يعتمد على الأداء لا الأسماء. الجهاز الفني يعمل على إيجاد هوية تكتيكية واضحة من خلال تنويع الخطط وتحسين سرعة التحول بين الدفاع والهجوم، مع تركيز خاص على الكرات الثابتة التي كانت نقطة ضعف في الفترة الماضية. الأجواء داخل المجموعة إيجابية، والانضباط حاضر، والطموح يرتفع تدريجيا، خاصة مع برمجة مواجهات ودية قوية في الفترة القادمة، من بينها مباريات محتملة أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب النمسا لكرة القدم، في طريق طويل نحو المونديال. الهدف اليوم لم يعد المشاركة فقط، بل المنافسة وتصحيح أخطاء الماضي وبناء منتخب قادر على فرض نفسه من جديد. الرسالة تغيرت، الجاهزية هي التي تتكلم، وتونس تستعد لمرحلة مختلفة تماما. فهل تكون هذه بداية العودة الحقيقية لنسور قرطاج؟